اجيب العلبه دي ولا العلبه دي ولا العلبه دي، وتلاقي الشخص لو حد سيلز او حد مبيعات جوه هو بيقنعك وبيوجهك ايه ناحيه المكسبه كتير، بس ما فيش يعني ده احنا خصمه حلو ويبقى فيها بكسب فيه كتير فايه اشتري صح. طب لا انا عايز اعرف، ما هو انت لما تدي الحاجه الصح الراجل ده هيتظبط فيحس بفرق فيعمل ايه، هيجيب لك صحابه كلهم. فهي الفكره ما تبصش لايه لل2 جنيه زياده اللي انت بتكسبه في العلبه، فاهم قصدي؟ فبالتالي تبدا تفهم ايه الروتين الطبيعي للبشر، ابدا بايه وبعدين اتدرج بايه وبعدين طب الصبح في فرق بين الصبح وبالليل. عارفين فيديوهات بقى كل البلوجرز بقى بتعمل الروتين الطبيعي، مش عارفين الحاجات دي. احنا عايزين ناخد بقى الموضوع بشكل علمي. للاسف معظم الناس بتاخد العلم بتاعها من ايه؟ من شويه بلوجرز. طب البلوجرز ده دارس ايه؟ لا انا بلوجر مش محتاج ادرس اصلا، صح ولا ايه؟ انا فوق اصلا الموضوع ده، انا خلاص انا عديت. فبالتالي احنا مش عايزين ايه ناخد العلم بتاعنا من بلوجرز، احنا عايزين ناخد العلم من الكتب العلميه، المراجع العلميه، وفي نفس الوقت بشكل بسيط وسهل اعرف انا افهمه وافهمه للكلاينت او الزبون اللي هيجي لي، صح؟ فهي فكره الروتين الطبيعي للبشره، طبقات البشره عامله ازاي، الروتين بقى بتاعي هتدرج ايه، كل نوع بشره هعمل لها منتج عامل ازاي. ولا انت البشره بتاعتك دهنيه انت مثلا تستخدم الجل، انت البشره بتاعتك مثلا جافه لا انت محتاج كريم، انت وهكذا بقى. نفهم ايه الفروقات اصلا ما بين المنتجات وايه المنتجات اللي موجوده في السوق.